السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية في قناة ماما لايف ستايل. صباح الفل وصباح التفاؤل. النهاردة هنتكلم عن إزاي تفاصيل صغيرة جميلة في يومنا قادرة إنها تشكل اليوم بتاعنا وتغير مودنا للأحسن وتخلينا دايما حاسين كده بالراحة النفسية والسلام النفسي. الكتاب بتاع النهاردة كتاب رقيق جدا وتفاصيله هو نفسها حلوة قوي، بجد أنا استمتعت جدا بقراءة الكتاب ده. الكتاب اسمه Tiny Beautiful Things، أشياء جميلة صغيرة، للكاتبة تشيرل ستريد دير شوجر. الكتاب نشر سنة 2022. الكاتبة هي صاحبة عمود في واحدة من المجلات، وكانت بتمضي باسم دير شوجر. كانت بتحل مشاكل لكتير من الناس اللي كانوا بيبعتوا لها مشاكلهم، وكانت بتركز قوي على انهم يحاولوا دايما يستمتعوا بتفاصيلهم الجميلة، وانهم يبصوا على الجوانب الحلوة في حياتهم ويستمتعوا بتفاصيل يومهم. وقالت لهم كمان نصايح حلوة قوي يقدروا من خلالها يعدوا المشاكل ويعدوا مشاعر كتير في حياتهم ممكن تكون سلبية، بس هم بقوتهم الإيجابية يقدروا يعدوا كل المشاكل دي. الفكرة اللي بتركز عليها الكاتبة في الكتاب إن ممكن بحاجات بسيطة جدا نقدر من خلالها نغير حياتنا ونبص لحياتنا من منظور مختلف، من وجهة نظر أو من جوانب إيجابية في حياتنا، نقدر نعدي مشاكل كتير قوي في حياتنا وبسهولة جدا لمجرد إننا بنغير وجهة نظرنا، بنبص للمشاكل بتاعتنا من وجهة نظر إيجابية ومن وجهة نظر مختلفة. تعالوا مع بعض بقى نبدأ بأفكار الكتاب والحاجات اللي الكاتبة ركزت عليها وقالت إننا دايما نحاول نركز عليها في حياتنا. أول حاجة الكاتبة ركزت عليها هي قوة التعاطف. بتقول الكاتبة إن السر في استمرار عمودها في المجلة لسنوات طويلة إنها قدرت توصل لقلوب الناس، إنها قدرت تتواصل معاهم بشكل إيجابي، وقدرت إنها تتعاطف معاهم وتتعامل مع المشاكل بتاعتهم أكنها المشاكل بتاعتها. يعني قدرت قوي تعيش معاهم المشكلة وتحاول تحل المشكلة على قد ما تقدر. وأكدت إن التعاطف مع الناس ليها قوة وتأثير كبير جدا في نفوس الناس اللي حواليكي، فعلى قد ما تقدري حاولي دايما تتعاطفي مع الناس وتحطي نفسك مكانهم وتعيشي المشكلة بتاعتهم على قد ما تقدري علشان تقدري تحليها، أو تقدري يعني تساعديهم إنهم يتخطوا مشكلة معينة. وده اللي هي أكدت عليه. بتقول إنها اتعلمت من العمود ده إنها تتعامل مع أفراد العيلة بتاعتها أو الناس المقربة ليها بشكل كبير من التعاطف والرحمة، وإنها تطبطب عليهم وتدعمهم نفسيا دايما، لان ده بجد بيقوي العلاقة ما بينكم جدا وبتحسوا انكم قريبين جدا من بعض. وكمان الفكرة نفسها انك تدي مساحة ليهم يتكلموا، يعني ما تصادريش على الافكار بتاعتهم او على المشاعر بتاعتهم. دايما حاولي تدي مساحة للي قدامك، سواء زوجك او سواء ابنك او بنتك، انهم يتكلموا، يقدروا يعبروا عن مشاعرهم ويقدروا يعبروا عن الحاجات اللي بيمروا بيها او الاحاسيس اللي بيمروا بيها، المشاكل اللي بيمروا بيها. يقدروا يتكلموا عن ده كله من غير اي نوع من التهديد او انهم حاسين انهم خايفين من رد فعلك. يعني حاولي دايما تدي رد فعل ايجابي ناحية المشاكل وناحية المواقف الصعبة، علشان هم يبقى عندهم مساحة كافية انهم يعبروا عن المشاعر دي ويتكلموا معاكي. وكمان الكاتبة أكدت إن أهم حاجة في التعاطف هي التعاطف مع الذات، وإنك برضو تدي مساحة خاصة لنفسك للتعبير عن مشاعرك، وإنك تتكلمي وتفضفضي وتخرجي اللي جواكي. وأفضل مساحة لده هي الورقة والقلم، إنك يبقى عندك مساحتك الخاصة، دفترك الخاص اللي تقدري من خلاله تعبري عن مشاعرك وتعبري عن كل الأحاسيس اللي جواكي بدون أي حدود أو بدون أي تهديد. فدايما اتكلمي مع نفسك على الورق، خرجي المشاعر بتاعتك، تعاطفي مع نفسك، وتعلمي دايما إنك تدعمي نفسك وتطبطبي على نفسك.
هتلاقي نفسِك في يعني وأنتِ بتفضفضي وبتتكلمي عن كل المشاكل اللي جواكِ، هتلاقي أفكار إيجابية، هتلاقي تفاصيل حلوة في يومِك أنتِ مش واخدة بالِك منها، بمجرد الكلام عنها أو الكلام عن مشاكلِك، هتلاقي نقط نور أو مساحات نور تقدري من خلالها تلاقي الحاجات الإيجابية اللي موجودة فعلًا في يومِك، وأنتِ بس ما كنتيش واخدة بالِك منها، لإنِّك بتمُرّي على اليوم سريعًا وبتركّزي أكتر على المشاكل. رقم 2 الفكرة اللي اتكلمت عنها الكاتبة وركّزت عليها هي الاستمتاع بتفاصيل يومنا الجميلة الصغيرة، وإننا دايمًا نعيش اليوم بتاعنا بتفاصيله الحلوة، إننا نركّز في التفاصيل بتاعته، ما نعدّيش اليوم كده لمجرد إننا مشغولين بأفكار كتير أوي ممكن تكون مش خاصة باليوم ده، أفكار خاصة بحاجات فاتت أو أفكار خاصة بحاجات لسه هتيجي، لكن مش مركّزين في اليوم اللي إحنا فيه حاليًا. حاولي على قد ما تقدري تركزي في تفاصيل اليوم بتاعِك، لإن هو ده اللي أنتِ بتملكيه حاليًا، وهو ده الحياة الحقيقية أو اليوم الحقيقي، لكن الحاجات اللي فاتت هي فاتت خلاص، والحاجات اللي هتيجي لسه في علم ربنا، فركزي على الحاجة اللي أنتِ بتملكيها فعلًا، وهو اليوم بتاعِك واللحظة الحالية اللي أنتِ عايشاها. رقم 3 قوة التواصل، بتقول الكاتبة إن برضو التواصل مع الناس في العمود الأسبوعي في المجلة اللي هي كانت عاملة فيها العمود عزز الشعور بالاتصال والتضامن مع القراء، وإن التواصل ده خلاهم يحسوا إنهم مش لوحدهم، وإن في حد بيدعمهم وبيطبطب عليهم، وإحنا كمان عايزين ده ومحتاجين ده، محتاجين يبقى عندنا قوة دعم لنفسنا، مش لازم نستمدها من حد خارجي، لأ نحاول ندعم نفسنا ونطبطب على نفسنا ونتواصل مع نفسنا بشكل صح. ومش عايزة أكرر كلامي، التواصل الصح مع الذات هو عن طريق الكتابة، علشان تفهمي نفسك، تفهمي نقاط القوة بتاعتك ونقاط الضعف، تتواصلي مع نفسك بشكل إيجابي من خلال الكتابة. الفكرة رقم 4 تقبل النقص وعدم الكمال، مفيش إنسان كامل على وجه الأرض، كل إنسان ليه نقاط القوة بتاعته ونقاط الضعف بتاعته، لازم نتعلم نتعامل مع ده ونتقبل عيوبنا زي ما احنا بنتقبل المميزات بتاعتنا، ونحاول دايما نغير اللي نقدر عليه، ولكن الحاجات اللي مش هنقدر نغيرها نحاول يبقى عندنا مرونة في تقبل نقاط الضعف بتاعتنا، ونحاول نتعامل معاها على قد ما نقدر. ده بقى بيودينا لرقم 5 وهي المرونة في تقبل التغيير الدائم في الحياة، لازم يبقى عندنا المرونة الكافية إننا نقدر نتعامل مع التغيرات اليومية في حياتنا، مفيش حياة ثابتة كل يوم في جديد، لأن الحياة نفسها متغيرة بكل الظروف اللي فيها وبكل الشخصيات اللي بنقابلهم والحياة والتفاصيل الكتير اللي موجودة في حياتنا، فعادي جدا يبقى في تغيير كل يوم، ولازم نتقبل ده ويبقى عندنا المرونة الكافية للتعامل مع ده. الفكرة رقم 6 قوة التسامح، إننا نتسامح مع نفسنا عن أخطائنا ونسامح كمان غيرنا عن المواقف اللي ممكن تكون بنقابلها في حياتنا، بلاش بقى يعني يبقى عندنا جوانا إحساس أو مشاعر سلبية ناحية شخص معين، دي ممكن تكون أكتر حاجة بتضرنا وبتعمل لنا مشاكل داخلية، لأنها يعني إحنا ماشيين كده وشايلين في قلبنا إحساس بالحقد أو الإحساس بالغضب ناحية شخص معين ومش قادرين نسامحه، ده بيأذينا جدا نفسيا، فبالتالي لازم نتخلص من المشاعر دي أول بأول. يعني حاولي تخرجي المشاعر دي بشكل إيجابي، حاولي تسامحي الشخص ده مش علشان هو يستحق ده، لأنك أنت تستحق ده، تستحق إن يعني قلبك يبقى في مشاعر إيجابية أكتر، ما يبقاش مليان مشاعر سلبية. الفكرة رقم 7 قوة التغافل، إننا نتغافل ونعدي الكلام والمواقف اللي بتضايقنا، دي قوة مش ضعف، ده مش تنازل عن حقنا، بالعكس ده احنا كده يعني بندي لنفسنا أحاسيس إيجابية احنا محتاجينها، وبنتخلص من المشاعر السلبية وحاجات سلبية احنا مش محتاجينها في يومنا ولا حياتنا. حاولي تعدي، ما تقفيش على الواحدة،
ده، ما تفضليش تقولي ده قالت كذا، ده عملت كذا، لأ عدّي الكلام وعدّي المواقف علشان تقدري تعيشي بروح حلوة وقادرة تعيشي بإيجابية وتدّي طاقة إيجابية للناس اللي حواليكِ. رقم 8، اختيار دايمًا الشجاعة عن الخوف. بلاش تتعاملي مع حياتِك ومع الفُرَص اللي بتيجي لِك في اليوم بتاعِك بخوف، وإنِّك دايمًا خايفة تجرّبي، خايفة تتعاملي مع موقف معيّن، خايفة تقابلي التحديات، ودايمًا بتهربي من المواقف الصعبة، ومش عندِك روح المبادرة وإنِّك تجرّبي، وإنِّك دايمًا تحاولي تعرّضي نَفْسِك لخبرات جديدة ومواقف جديدة. خلّي عندِك الشجاعة إنِّك تجرّبي دايمًا التحديات، حتى لو تحديات صغيّرة كده بسيطة في يومِك، ده هيحفّزِك ويشجّعِك إنِّك أمّا بتقابلي تحدي أو فرصة كبيرة في حياتِك عايزة تجرّبيها، يبقى عندِك ثقة في نَفْسِك إنِّك تجرّبي المواقف دي. رقم 9، اتعلمي انك تحترمي مشاعرك وتعبري عنها بطريقة ايجابية وعدم كبتها. ده بيساعدك انك تعدي مواقف كتير في حياتك، وبيساعدك تبقي شخصية سوية وشخصية ايجابية. رقم 10، قوة الامتنان والشكر لربنا على كل النعم اللي موجودة في حياتنا. قوة كبيرة جدا مش هتحسي بأهميتها إلا لما تجربيها. قوة بجد بتساعدك انك تجربي او تقدري تعملي كل النقط اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة في الفيديو. تقدري تعدي الصعب، تقدري تركزي على الحاجات الحلوة اللي جواكي، تقدري تركزي على الحاجات الحلوة في يومك، لانك دايما شاكرة ربنا وعارفة النعم اللي موجودة في حياتك. تقدري تسامحي، وهتقدري كمان يبقى عندك الشجاعة الكافية انك تجربي حاجات جديدة وتقابلي التحديات والحاجات الصعبة. يبقى عندك كمان المرونة الكافية انك يعني تعدي المواقف اللي بتضايقك، او تعدي الكلام اللي بيضايقك وتتغافلي عنها وتعديها على قد ما تقدري. تقدري كمان تعبري عن مشاعرك وتشكري ربنا وتحسي بالرضا والسلام النفسي عن كل حاجة موجودة في حياتك. وده الفيديو بتاع النهاردة، ويا رب بجد الأفكار بتاعت النهاردة تفيدكم وتنفعكم. وصباح الفل، صباح التفاؤل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.